عمرك لاحظت إنك أول ما تبدأ تذاكر فجأة بتجيلك طاقة رهيبة إنك تكتشف مواهب جديدة، زي إنك تطور نفسك في لغة، أو ترسم، أو تتعلم مونتاج، أو تقوم تنظف أوضتك وتعمل كوباية شاي قبل ما تبدأ مذاكرة. ده مش كسل، ده عقلك بيحاول يهرب من المذاكرة بأي طريقة، وده لأن المذاكرة بشكل ما بتكون تقيلة على النفس. بس السؤال بجد، هل لما الأجازة بتيجي فعلا الأفكار دي بتفضل موجودة؟ وليه بنحس بالملل والزهق في فترة الأجازة؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو إن شاء الله، فيلا بينا. مبروك الأجازة يا صديقي، وخليني أجيب رسمة بسيطة عشان هقولك على 3 محاور أساسية هتخليك تستمتع بفترة الأجازة. تيجي تنتقل ده في الدين، لا، الدين لابد فيه، واحفظ القاعده دي، في علاقتك بالله لازم في جزء غيبي. وعلى فكره والدنيا، وده نتكلم عنه ان شاء الله. علاقتك بالله فيها جزء غيبي. من تقرب اليه شبرا تقربت اليه ذراعا. اصحاب الكهف كانوا رايحين مش عارفين ايه اللي هيحصل، اللي راحوا الحبشه ما كانوش عارفين ايه اللي هيحصل، النبي صلى الله عليه وسلم راح الطائف ما كانش عارف ايه اللي هيحصل. في جزء غيبي في علاقتك بالله، فتلاقيه رافض انه يسير في مسارات لا يرى نهايتها. تقول له يا ابني لا، ما هو ده من طبيعه توكلك على الله سبحانه وتعالى، واتكلمنا في المعنى ده المره اللي فاتت، وتوكل على العزيز الرحيم. ان في علاقتك بالله مش لازم كل حاجه ميجرابل، مش كل حاجه محسوسه وممسوكه، مش لازم. لا، هو عايز زي ما هو هنا في حصل ايه، ان التفكير الدنيوي اثر على طريقه الناس في تصورها للدين في كل حاجه. يعني في مصطلحات موجوده عند اهل الدنيا، النجاح، الفوز، الضبط، الإدارة، الحاجات دي حصل إن هي اتزحزحت عند أهل الدين بنفس المحتويات بتاعتها. بالنسبة لي الحياة بتدور حول 3 محاور أساسية: الدراسة أو الشغل فيما بعد إن شاء الله، الدين، والهوايات والمهارات. الطبيعي إن في فترات معينة جزء من دول بيكون له الأبر هاند أو السيطرة الكاملة على حساب الجوانب التانية. في الامتحانات مثلا جانب الدراسة بياكل الجوانب التانية، فبنكتفي هنا بالصلاة والأذكار الأساسية، وبنركن الهوايات والمهارات على جنب. المشكلة فين بقى؟ في ناس حياتها كلها قائمة على جانب واحد بس، زي الدراسة مثلا، فلما الجانب ده بيختفي لفترة مؤقتة ألا وهي فترة الأجازة، يحسوا بفراغ وملل كبير. إيه الفكرة بقى، أو اللي عايز أقوله من كل ده عشان تقدر تستمتع بالأجازة فعلا؟ هو إنك تستغل فترة الراحة المؤقتة دي في إنك ترفع كفاءة الجانبين التانيين، الدين والمهارات، وتقدر تعوض التأثير اللي حصل في فترة الدراسة، أو الليفل اللي أعلى من كده كمان. واللي بحاول أعمله هو إنك توازن بين ال3 جوانب بعد عودة الدراسة إن شاء الله. هو الموضوع يبدو صعب ولكن مش مستحيل بإذن الله. وعشان أسهل عليك خليني أشارك معاك طريقة جربتها ونفعت معايا جدا، وهي إن أي فكرة كانت بتجيلي خصوصا في فترات الامتحانات، زي كتاب خدني الفضول إني أقرأه، أو مهارة عايز أكتسبها، كنت بكتبها فورا في الستيك نوتس دي. الأجازة بدأت، ببدأ أفتح النوتس وأشوف إيه اللي فيها وأبدأ أنفذ. ووصلنا لفقرة الكوت، والكوت بتاع النهاردة لشين كوفي من كتاب العادات ال7 للمراهقين الأكثر فاعلية. الراجل بيقول: احرص دائما على شاحذ المنشار أو سن المنشار بين قوسين، بمعنى إنك تكون مستعد للمرحلة اللي بعد كده، لأن بشكل ما فترة الأجازة مش للكسل التام، إحنا في النهاية بناخد راحة من الدراسة مش من الحياة بشكل عام. في النهاية جرب، مش هتخسر حاجة. جرب تفصل من جو المذاكرة بإنك تقرأ كتاب بتحبه، إنك ترسم، ترفع مستواك في لغة جديدة مهتم بيها، لغاية ما تلاقي فعلا حاجة بتحبها. لو الفيديو عجبك ما تنساش تدعمنا باللايك وتشترك في القناة، واكتب لنا في الكومنتس ايه أول حاجة ناوي تعملها في الأجازة. شكرا على المشاهدة، والسلام عليكم.